السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللي مهتم بالجديد والمفيد فعل من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعل من التطبيقات في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه تطبيق كناش. التطبيق ده مساحته 19 ميجا، محمله اكتر من 5 مليون شخص. التطبيق ده خاص بالتجار والموردين والناس اصحاب المهن التجارية. بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تحتفظ بكل الديون والموردين والموزعين والفلوس اللي ليك والفلوس اللي عليك. ودعم بقى للدفاتر اللي هي بيتكتب فيها، والدفتر ممكن يضيع او ممكن يحصل له حاجه، يدلي عليه ميه يبوظ يتحرق يحصل فيه اي مشكله. الحاجات دي كلها بتكون على الموبايل بتاعك. بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تسجل كل المعاملات بتاعتك الماليه. ان انت خدت من تاجر مثلا بمبلغ معين وعليك ليه فلوس ودفعت له مثلا جزء وناقص عليك فلوس، او ان انت بتورد لناس كتيره مثلا في محلات ووردت للتاجر ده وليك عن خدت منه مبلغ قد كده وناقص عليه مبلغ قد كده، والتاجر التاني خدت منه مبلغ قد كده وعليه مبلغ قد كده، وهكذا. الكلام ده بقى في كل المعاملات بتاعتك التجاريه. طبعا التطبيق ده بيفيد كل الناس اللي شغاله في التجاره، سواء بقى عندك محل، عندك بتبيع بالجملة بتبيع بالتجزئة، تاجر، بقالة بتعمل إصلاحات، حرفي، صالون تجميل، أي حاجة. فالتطبيق ده بيساعدك ويفيدك. كمان بتقدر تشارك التطبيق ده على أكتر من وسيلة تواصل اجتماعي زي الفيسبوك والماسنجر والانستجرام كل وسائل التواصل الاجتماعي. وتقدر ان انت تسجل كل حاجة طبعا باليوم وبالساعة والدقيقة. وتقدر كمان ان انت تطبع الفواتير بتاعتك بي دي اف. كل ده بتقدر تعمله من خلال التطبيق ده. مشكلة التطبيق ده ان هو في بعض الاحيان لما الناس بتيجي تغير من موبايل لموبايل، هو المفروض الطبيعي ان التطبيق ده لما بتيجي تغير من موبايل لموبايل بيدخل رقم الموبايل بتاعك، بيبعت لك كود بتيجي مدخله بيظهر لك الحساب بتاعك كله بكل بقى المعاملات اللي عليه. فالتطبيق ده في بعض الناس بتشتكي ان انت لما تيجي تغير من موبايل لموبايل وتيجي تدخل رقم الموبايل بتاعك بيبعت لك كود. الكود مش بيشغل التطبيق على طول، او الكود بيعلق او بيخلي التطبيق ما بيرضاش يشتغل معاك اصلا. دي مشكلة موجودة في التطبيق. بس كده ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.